يا هلا والله، أنا ريفو. اليوم راح أعلمكم كيف اللي هو نضبط CEO ونتصدر نتائج البحث في جوجل الأوائل بدون تدفعون فلوس. يمكن بس تدفعون فلوس اللي هو على الباقة وعلى الدومين، وهذا شيء أساسي إنكم راح تدفعونه أساسا، يعني ما يحتاج. حلوين. ثاني شيء، تصدرت أنا نتائج البحث بدون أدفع أي ريال، بس دفعت 99 للباقة و50 ريال للدومين مدة سنة. حلوين. الباقة تقدرون تدورون لكم أكواد خصم إذا كنتوا بسلة، وراح يعطيكم كود خصم تصير ب39 ريال تقريبا. حلوين. نجي الآن كيف أنا تصدرت نتائج البحث بدون أدفع فلوس. ومثل ما تشوفون خل نروح جوجل، فخل نكتب متجر قوتك. حلوين. هذا هو متجر قوتك، هذا متجري متصدر على 606 آلاف متجر، ما شاء الله تبارك الله. وهذا قوتك الثاني حق أغذية له سنين. تخيلوا أني بأقل من 3 شهور تصدرت عليه. هل أنتم متخيلين هذا الشيء؟ طيب خلنا نكتب بس قوتك بدون متجر. حلوين. قوتك راح يطلع هنا برضو الثالث. ليش طلع الثالث ما طلع الأول؟ لأنه أنا سويت الخاصية هذه، أو أن البحث عن متجر قوتك. الأيام الجاية راح إن شاء الله أسوي نفس الطريقة على قوتك، وراح أسوي نفس الطريقة بس على كلمة متجر، عشان إذا أحد بحث عن متجر على طول يطلع له متجري. لأن مثل ما تشوفون هنا في متاجر. بتقولون صعب إن نتصدر على جوجل اللي هو متجر جوجل، وهذا يمديكم يمديكم يمديكم، بس راح يتعبكم شوي. ليش؟ لأنه متجر جوجل اللي هو جوجل بلاي عليه بحث جدا عالي، فأنتوا لازم يكون بحث عن متجركم يكون أعلى من بحث جوجل بلاي. فإذا كان البحث على متجركم أعلى منه، صدقوني راح تتصدرون عليه، راح تتصدرون. ولا تقولون انه صعب ولا شيء، لا. في تقدر تشتري زيارات وانا ما افضلها، وفي انت تقدر تسويها من نفسك مجانا بكل سهولة. راح تشوفها مع الشرح باذن الله. طيب، اول شيء وش يحتاج؟ خلونا نرجع بس السلة. أول شيء يحتاج يكون عندك دومين خاص في متجرك وتشتريه ب50 ريال من سلة، أو على حسب المنصة اللي أنت فيها، يعني سواء كنتوا بزد شوبيفاي اللي هو تشترون دومين. تتراوح أسعارهم من 50 إلى 100 ريال. حلوين. هذا شيء أساسي إنك تشتري دومين، كذا ما راح يضبط بدون دومين. ليه؟ لأن جوجل يحب الدومينات الخاصة. فسلة لو أنا ما اشتريت معهم دومين، طبعا أنا مدونة ريف وما اشتريت، ولكن في متجر قوتك أنا اشتريت. فالآن خلينا نقول نبحث عن مدونتي، راح يطلع هنا سلة، هنا راح يطلع سلة. بس لو أبحث هنا بجوجل راح يطلع لي سلة. شايفين؟ أو معليش ما طلع هنا. ولكن لو نبحث عن مثلا خلينا نقول متجر. حلوين. طلع لي سلة. ليش؟ لأن هذا دومين سلة. أنا لازم أشتري دومين اللي هو بقوتك 8 عشان أقدر أشيل سلة من اسمي. يعني دقيقة خلينا نشوف يصير زي كذا. يا الله البلشة. عشان يصير كذا، يصير بالإنجليزي قوتك 8 نقطة كوم. حلوين. معليش، لازم يصير كذا. إذا اشتريت دومين لازم يصير كذا قوتك كوم، عشان جوجل يتعرف إنه نبغى نطلع هذا الدومين أو هذا الموقع بالنتائج الأولى. وكيف راح نسويها؟ طيب أنتوا الحين اشتريتوا دومين، انتهينا. نجي الخطوة الثانية، نسجل في جوجل أناليتكس. ليش؟ لأنه هو يحسب الزيارات. فلما يحسب الزيارات وحتى يفيدك إنه، خلونا بس نبحث جوجل أناليتكس. هذا هو لما تدخلون هو راح يحسب لك إحصائيات بشكل غير طبيعي، مرة تفيدك مرة تفيدك في متجرك. فلما تحطون رابط متجركم وتسجلون رابط متجركم، حلوين، هذا هو قوتك حقي أنا مسجلتها من قبل. لما تضيفونه راح يعلمكم المستخدمين والمستخدمين الجدد اللي أنتوا استقطبتوهم، وعدد الأحداث والحالات الناجحة. هذا طبعا إذا أنتوا سويتوا إعلان أو شيء راح تجيكم الحالات الناجحة وهذه.
وراح يطلع لكم اللي هو أي بلد جاتكم زيارات أو جاكم عملاء منها. مثلا خلينا نقول عندكم إلين آخر 90 يوم، حلوين. راح يعلمك اللي هو زياراتك من وين. فأنا زياراتي من السعودية، وفي من الكويت، وفيها الإمارات، وفي اللي هو أمريكا، وفي قطر، وفي من البحرين، وفي من مصر. فليش يفيدكم هذا؟ لأن الآن أنا أبغى أفتح مثلا خلينا نقول شحن دولي، فأنا على طول أحط ببالي أول ناس أبيع لهم الكويت، أسوق عند الكويتيين، أسوي إعلانات عند الكويتيين، يعني بسناب شات أحط بالخريطة الكويت. ليش؟ لأنهم ثاني دولة يبحثون عن متجري. بعدها مين؟ الإمارات. الإمارات ثالث دولة يبحثون عن متجري. فشي مرة حلو إنه يفيدك أناليتكس بهذه الأمور. وفوق كذا إن جوجل يتفهم، أو بوتات جوجل تتفهم إنه أوكي هذا المتجر فيه عليه بحث، هذا متجر حقيقي، فلازم حنا إنه نثبته عندنا. فهمتوا؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تسجلون بجوجل سيرش كونسل. خلنا نجي هنا عشان تفهمون إن ليش مرة كويس جوجل سيرش كونسل. شوفوا يطلع لكم النقرات ومرات الظهور، وهو وضع متوسط إنه في بحث عليه. برضو سيرش كونسل تقريبا نفس إحصائيات اللي هو جوجل أناليتكس. برضو هذا يثبتك في جوجل ويفهمون إنك أنت الآن متجر حقيقي. حلوين. ويطلع لكم عاد بيانات كثيرة، ويطلع لكم إنجازاتكم، ويطلع لك هنا إنها أهم نتائج البحث، أهم 5 نتائج اللي هو متجر قوتك، بعدين قوتك، بعدين خرامة إذن، بعدين لايكات تيك توك، بعدين فيجر أنمي. يعني يعلمك مثلا الحين واحد بحث عن خرامة إذن راح يطلع له متجري على طول، فهو يعلمك إنه أكثر بحث عندي اللي هو خرامة الإذن، بعدين يجي لايكات تيك توك أكثر بحث عندي. حلوين. وراح يعلمكم النقرات هنا. فلما أشوف إن هذه أكثر بحث أنا ما أسحب على الباقي، لا، أنا أهتم لها وأهتم لهذه بشكل أكبر. فمثلا أجيب خرامات إذن أكثر، أو أحط عروض على خرامة الإذن. لايكات تيك توك أسرع مثلا العملية، أو إذا أحد اشترى مني لايكات تيك توك مثلا أعطيها مشاهدات هدية. فهمتوا؟ زي كذا. فهذا مرة يفيد. حلوين. هذولي إيش تعلمكم CEO حقكم إنه ترى أكثر بحث متجر قوتك. فمتجر قوتك هذا برضو راح أعلمكم في الخطوات الجاية أنا كيف أستفيد وأخلي اسم متجر قوتك يطلع الترند. هذه الآن أنا قاعدة أقول لكم شرح للناس اللي مو فاهمين، ولكن راح أحط صورة للناس اللي خلاص هم بيدبرون نفسهم ويشوفون شرحات ثانية، بحط لكم صورة. حلوين. نجي رابع خطوة اللي هو تكتب وصف الملفك التعريفي والمنتجاتك على الصور والبايو حق المنتج بكلمات مفتاحية عليها بحث عالي. حلوين. الآن عرفتوا إيش الفايدة من جوجل أناليتكس وجوجل سيرش كونسل؟ فهمتوا؟ هذه هي كلمة مفتاحية متجر قوتك. الحين أي أحد يحط بمتجره اسم متجري هذا متجر قوتك راح يطلع له بالنتائج، أو راح يطلع من ضمن البحث. نفس الشيء قوتك راح يطلع من ضمن البحث. نفس الشيء اللي عندهم خرامات إذن اكتبوا كذا خرامة إذن وراح تطلعون من نتائج البحث. ليش؟ لأن هذول متصدرة. فخلنا نجي الآن لمدونتي. راح أول شيء نروح لوين؟ إعدادات المتجر. هذا أول شيء تسوونه، الإعدادات الأساسية. نجي هنا. طيب أنتوا إيش متجركم؟ عن الفقرات، عن الألعاب، عن منتجات رقمية، عن مدونة، عن متجر عبايات. مهما كان متجرك لازم تكتبون هنا وصف. فمثلا أنا مدونة ريفو، نروح لجوجل كيورد. هنا تكتبون هنا جوجل كيورد. حلوين. فتبحثون عن أشياء مثلا كلمات من ضمن متجركم. فمثلا أنا مدونة ريفو، فمدونة عليها بحث عالي. هنا نجي أقل أسعار عليها بحث عالي. علي إكسبريس مرة بحث عالي. أمازون مرة بحث عالي. قوتك مثل ما أنتم شفتوا لما بحثت عن قوتك طلع متجري الثالث، فقوتك برضو عليه بحث. فمدونتي لو إني شارية لها دومين كان الآن طلعت بالأوائل، ولكني لسه ما شريت لأني المدونة أنا ما أحتاجها، بس أحتاجها للشرح. حلوين. وبرضو راح أضيف شيئين، نون، كل اللي هو الكلمات المفتاحية اللي عليها بحث جدا عالي. فأنتوا مثلا خلينا نقول متجر قهوة، تقدرون تكتبون كوب قهوة حار بارد، هذه عليها مرة بحث عالي.
أو تقدرون تكتبون كوب شاهي وقهوة حار بارد. انتو كذا صدتوا 4 كلمات عليها يعني سيرش مرة عالي حقين الانمي. شوفوا الانمي المشهور الآن واكتبوه بمتجركم وراح يطلع. أو حق الانمي تقدروا تكتبون مثلا متجر متخصص بعرض سلع الانمي أو منتجات الانمي، مثلا تكتبون هنا أتاك أون تايتن، ون بيس، ناروتو، وهذه يعني وهذولي الأمور كلها. فبإذن الله راح تطلع متاجركم، لأن أنتوا صدتوا كلمات مفتاحية عليها سيرش عالي. هذا هو المقصود بالCEO. نجي الآن للمنتجات. مثلا خلينا نقول عندنا فستان هبة العيد. مهما كان منتجكم، أول شيء تسوونه نضغط على الصورة، وهذا جدا مهم. أنا ما أدري ليش في ناس مهملينها، وهذا جدا مهم. فمثلا هذه الصورة هنا يطلع لكم Alt اللي هو تكتبون فيه زي البايو، عندكم 70 كلمة. فأنا وش كتبت؟ أنا كتبت على أكثر كلمات عليها بحث فستان الهبة، علي إكسبرس، ومدونة ريفو. شوفوا اسمكم ضروري 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 إن تحطون، معلش أنا جبت العيد هنا. المهم اسمكم ضروري إن تحطونه هنا. خلنا نفتح شيء ثاني. فاسمكم ضروري تحطونه هنا، اسم متجركم. فأنا مدونة ريفو حطيت هنا مدونة ريفو. نفس الشيء بمتجر قوتك، أنا أحطك عند كل ألت هذه، عند كل صورة أحط متجر قوتك، عشان لما أحد يبحث ويبحث بالصور يطلع له متجري ويطلع له الصور حقت المنتجات حقتي. فشفت كيف الذكاء؟ لازم تصيدونها. ألت هذه ترى زي البايو بس بشكل بسيط، فلازم تسوون هذه الطريقة. يعني تحطون مثلا خلينا نقول قهوة، هنا نكتب حبوب بن أو قهوة بن محمصة، بعدين اسم متجركم. فهمتوا؟ خلينا نقول فيجر، يلا فيجر ناروتو، اكتب فيجر انمي ناروتو. لازم تحطون انمي لأن الانمي عليها بحث جدا عالي. مثلا فيجر انمي ناروتو، بعدين تحطون متجركم بدون تحطون فواصل بدون أي شيء، لا اكتبوه كذا طقة واحدة. حلوين؟ خلصنا الآن من الصور. نجي الآن للبايو اللي هو بيانات المنتج. نجي للبايو ونكتب هنا تحت فستان هبة العيد. مفروض أزيد أنا هنا علي إكسبرس لين عليه بحث عالي، علي إكسبرس. حلوين؟ علي إكسبرس. وبعدين نحط هذولي يعني عادي ونحط الرابط وهذا. وهنا تحت تقدرون تحطون اللي هو وين، تقدرون تحطون كلمات مفتاحية هنا زي اسم متجركم علي إكسبرس. الأكثر بحث تحطونه هنا، ترى زي اليوتيوب. مو باليوتيوب يحطون تحتها هاشتاجات عشان يطلع ترند، نفس الشيء. مو بالتيك توك يحطون إذا نزلت مقطع تحط هاشتاجات عشان يطلع ترند، بالضبط نفس الشيء. هنا اسمها الوسوم. فهنا الوسوم هذا زي الهاشتاجات، عاملها إنه هاشتاج. فمثلا مثل ما قلت لكم إنه فستان، نكتب فستان الهبة، فستان دانتيل، علي إكسبرس. هذا نكتب هنا فستان. حلوين؟ ونكتب برضو اسم متجرنا. أنا كتبت مدونة ريفو. في متجر قوتك راح تلقون مكتوب هنا متجر قوتك، بس أنا مقفلته حاليا فما أقدر أشرح عليه، ولكن يكفي هذه المدونة. حلوين؟ بعد ما تحطون الوسوم، وحاولوا إنه يعني ما تكثرون لأنها تطلع ترى العملاء يشوفونها، ولكن حطوا وسوم تخص اللي هو منتجكم. فخلاص نسوي حفظ وانتهينا. الآن خلصنا. هذا اسمه CEO الخاص بالمتجر. وترى ما يحتاج تشترون 229 مدري كم 99، مرة غالية ولا منها استفادة. أنا ب99 ريال في الباقة طلعت متجري بالأوائل مثل ما أنتو شفتوا. كل اللي سويت اللي هو نبذة تعريفية عن متجري، وحطيت كلمات مفتاحية عليها بحث عالي، وحطيت هنا على الصور كلمات عليها بحث عالي، وبرضو بيانات المنتج في البايو حطيت كلمات بحث عالي، وبرضو حطيت اللي هي الوسوم أو الهاشتاجات برضو عليها بحث جدا عالي وتخص المنتج. فهو فيه كلمات كثير يمديكم تحطونها على حسب اختصاص متجركم. حلوين؟ الآن اللي هو الطريقة السادسة. حلوين؟ اللي هو هذه الصفحات التعريفية. أول شيء الصفحات التعريفية جدا مهمة. أول شيء لازم تسوونها يعني إجباري من وزارة التجارة، وهي تسوون سياسة الاستبدال والاسترجاع. صفحة سياسة الاستبدال والاسترجاع،
وصفحة للخصوصية اللي هو خصوصية العميل، وصفحة لنبذة عننا اللي هو نبذة عن متجرك. وهذه لغم أمها كلمات مفتاحيها سيرش عالي، لغموها تلغيم تلغيم، لأنها هي اللي بتطلع متجركم إن شاء الله من الأوائل. والآن جوجل يحب اللي هو كلمة نبذة عننا، فلما تحطونها وتحطون الصفحات أصلا، حتى لما تبحثون مثلا عن المتجر بجوجل، معليش، لما تبحثون عن المتجر بجوجل راح يطلع لكم اللي هو سياسة الخصوصية، الاستبدال واسترجاع نبذة عننا. فمهم مهم مهم جدا انكم تحطون هذه الثلاث صفحات. طيب أنا ما أعرف أكتب، طيب أنت مهما كان متجرك تروح تبحث عن شخص نفس متجرك، فمثلا خلينا نقول حق الانمي، تروح تبحث عن متجر انمي وتشوف صفحات التعريفية تلقاها تحت آخر شيء، فتدخل عليها وأنت تقراها، إذا عجبتك انسخها والصقها عندك وغير بعض الكلمات عشان ما تكون نسخ لصق. يعني غير على سياستك أنت، يعني مثلا ممكن سياسته ما تعجبك، فأنت تحط من سياستك أنت اللي هو متى تستبدل ومتى تسترجع. وسياسة الخصوصية أتوقع كلها نفس سياسة الخصوصية، إنه نحفظ بياناتك ولا نشاركها أحد. ونبذة عننا اللي هو تتكلم عن متجرك إنه متخصص وعندنا منتجات، وهل هي أصلية ولا لا، ومن وين جت هالمنتجات، يعني وش صناعتها، كورية، يابانية، صينية، ومستوردة، محلية، فهمتوا؟ يعني تتكلم عن هذه كل الأمور. وفي آخر شيء تحط كلمات مفتاحية لين تقول آمين. زي مثلا انمي، حط كل الانميات المشهورة، حط انمي، فقرات انمي، فقر انمي، انميات انمي بالانجليزي بالعربي كلها حطها عشان تتصدر النتائج. حلوين. نفس الشيء حقي القهوة، كل محامص القهوة اهبدوها، قهوة محمصة، قهوة كولومبية، قهوة أثيوبية، قهوة بنغلاديشية، أي قهوة عندك أنت عارفها حطها. حط كلمات البورتا فلتر، اللي هو الفي 60 اسبريسو، كل أسامي القهوة يحطوها، اهبدوها. كل الكلمات المفتاحية اللي تعرفونها اهبدوها، عشان لما أحد يبحث عن قهوة يطلع له متجرك، أحد يبحث عن فقر يطلع له متجرك بالضبط. فمتجري لو اني ما قفلته كان الان لو ابحث مثلا عن فقر انمي يطلع متجر الاوائل، لو ابحث عن كوب قهوة يطلع متجر الاوائل. ليش؟ لاني انا قاعدة اسوي هذه الطريقة بمتجري اللي هي قنص السي اي او، لاني انا ملغمة اصلا متجري بالسي اي او اللي هو بالكلمات. يعني تبحث عن كلمة يطلع لك متجري، ناشب لك ناشب لك، ما بحثت يطلع لك متجري. ليش؟ لاني انا لغمت بكل الكلمات اللي عليها بحث عالي، السعودية، الكويت، الإمارات، كلهم حطيتهم مثل ما تشوفون. عشان كذا طلع لكم بأناليتكس إنه فيه الكويتيين والإماراتيين داخلين متجري، فهمتوا؟ فأهبدوا دول اللي هو بالصفحات التعريفية أو بالكلمات المفتاحية اللي على الصور هذه زي هذه، وين؟ زي هذه الصور، تضغطون هنا وتكتبون هنا كلمات توضيح. شوفوا، كوب قهوة سيراميك وفخار متجر قوتك، فرش حقيقية محنطة وبرضه هنا متجر قوتك، كوب زجاج ملون حار بارد متجر قوتك. أو تقدرون تكتبون كوب قهوة شاهي زجاج ملون، أو تقدرون تكتبون كوب زجاج ملون قهوة شاهي متجر قوتك. الكوب الراقص متعرج قهوة شاهي متجر قوتك. زي كذا زيادة متابعين تيك توك مجانا، أول ما يدخل يطلع له إنه متجر بفلوس. أسفة لهم إن شاء الله يتخطون، ولكن لازم إن نسوي هذه الطريقة عشان نطلع بتصدر. حلوين. سابع شيء، وهذا الشيء اللي تعب شوي ولكن مرة مهم، اللي هو تبحث عن متجرك بشكل متكرر لين يرسخ بعقل جوجل. حلوين. حنا الآن يوم سجلنا بجوجل أناليتكس وجوجل سيرش كونسل، حنا وش سوينا؟ حنا دقينا الباب على جوجل ودخلنا جوجل. الآن وين نبغى نصير؟ نبغى نستاجر عند جوجل، نبغى نسكن عندهم. وش نسوي؟ نسوي الطريقة هذه اللي هو البحث عن متجرك. أول شيء تسويه نضغط على هذه الصورة اللي هنا، ننزل تحت وراح نسوي إضافة. حلوين. المتابعة بدون حساب، بعدين نحط رقم 1 ضروري بدون حساب عشان يطلع عند كل الناس، ما يطلع بس عندك وتحسب انك الأول في البحث وعند غيرك ما يطلع أساسا. بعد ما نسوي هذه الطريقة راح نسوي تم. حلوين. راح يطلع عندنا هنا. طيب بعد ما طلع عندنا هنا إيش نسوي؟ أول شيء نكتب هنا في بحث جوجل، أول شيء عشان يتعرف علينا جوجل أول يوم بنسويه نبحث عن 1000 صفحة، أو نفتح 1000 صفحة ونبحث فيها عن متجرنا بهذه الطريقة. مثلا نكتب مدونة
ريفو، بعدين نحط الرابط حقنا. بس انتوا حطوا متجركم. حلوين، انتوا اكتبوا اسم متجركم بالعربي. حتى في سلة افضل انكم تحطون عربي، لان عملائكم عرب. واذا تبون انجليزي حطوا مثلا عربي شرطة هنا وانجليزي، ولكن المهم انكم تحطون عربي. حلوين، او حطوا عربي لين يطلع النتائج الاولى بعدين حولوا انجليزي. فنجي هنا مثلا نكتب مدونة ريفو بعدين متجري، ولكن لاني انا ما اشتريت دومين فما راح يطلع، فخلينا نقول متجر قوتك. حلوين، وراح اكتب متجر، هذا هو بالضبط. راح اسوي كذا، راح احط متجري كذا ومتجر قوتك. هو لما تبحثون بالاول ما راح يطلع لكم، لما تبحثون خلينا نقول نسوي سيرش، ما راح يطلع لكم في الأوائل. يمكن يطلع لكم في الصفحة 10 أو في صفحات ثانية، بس ما راح يطلع لكم بالأوائل. حلوين، لأن لسه جوجل ما تعرف عليه، أو ممكن حتى ما يطلع لكم. فعشان كذا وش بنسوي؟ فأول شيء راح ننسخ اللي هو متجرنا، كنترول سي. حلوين، الآن نسخنا وفتحنا صفحة. معليش، وين الصفحة الثانية؟ طيب، ونفتح الصفحة هذه، لازم صفحة جديدة. راح نسوي كنترول في انتر، بحث، طلع لنا متجر قوتك. انتم ما راح يطلع معكم، فوش تسوون؟ تكررون نفس هذه الصفحة. صفحة جديدة، كنترول في، صفحة جديدة، كنترول في، وإلين يتعرف جوجل إنه إذا أحد بحث عن متجر قوتك الكلمة هذه انقله لهذا الرابط. فهمتوا؟ حلوين، فتحنا الحين خلينا نقول 20-30 صفحة. بيصير يطلع لكم متجركم اللي هو في الأخير. لما يطلع في الأخير ادخلوا. مثلا خلينا نقول وين متجر قوتك، خلينا نقول بوستر هذا طالع لي في آخر شيء، أنا أبغى يكون الأول فأضغط عليه. الآن عرف جوجل إنه أوكي، الناس إذا بحثوا عن متجر قوتك أطلع لهم هذه الصفحة. فهمتوا؟ زي قصة هالاند والمدينة اللي اسمها هالاند. فهالاند لما يبحثون عنه، فمدينة اسمها هالاند فيه حرفين كذا مختلفة عن اسم هالاند، يعني مقلوبة. فلما يبحثون عن المدينة يقول هل تقصد لاعب هالاند، من كثر ما بحثوا عن هالاند اللاعب. فهو نفس الشيء، جوجل تعرف ان اي احد يبحث عن هالاند يطلع له اللاعب هالاند وليس المدينة هالاند. فنفس الشيء، انت لما تحط متجر اسم متجرك بالعربي والرابط، جوجل يتعرف انه اوكي هو بحث عن هذا الاسم، يعني انا اطلع له هذا الرابط. فهمتوا؟ حلوين، بعد ما يطلع لنا رابط متجرنا اللي هو في أول الصفحة راح نضغط عليه. هنا جوجل رسخ في باله أوكي أنا أطلع له هذا المتجر. حلوين، بعدها إيش نسوي؟ طبعا راح تسوون صفحات زي كذا. ندخل الصفحة الثانية، كل صفحة افتحوا فيها 100 صفحة. الآن بعد ما طلعنا مثلا في الصفحات الأولى، يعني حتى لو كنا تحت إحنا نبغى نرفع فوق. طيب إحنا طلعنا تحت، نبحث عن الاسم اللي هو قوتك كوم، وراح يطلع لنا في الأخير، راح نضغط عليه. نفس الشيء، راح نفتح صفحة جديدة، نضغط هنا ونضغط، بس نشيل اللي هو متجر قوتك، يصير نبغى بس هذا الرابط. حلوين، نبغى هذا الرابط عشان يجيه زيارات، فنضغط كذا راح يطلعنا على الرابط على طول، برضو 100 صفحة من هذه. حلوين، الآن جوجل عرف إنه أوكي هذا الموقع حقيقي ويجيه زيارات ومطلوب هذا الموقع، فلازم نرسخه عندنا في البوتات. فهنا انتهينا منه. نجي الصفحة الثالثة، نفس الشيء، حطوا عندكم 10 صفحات عشان تفتحون 1000 صفحة على طول. نفس الشيء، راح مثلا نكتب اللي هو خلينا نقول مدونة ريفو، معنا ما راح يطلع لنا، فخلنا نفس الشيء نكتب نسخ. عشان تكونون سريعين هذه الطريقة، عشان ايش؟ نفتح صفحات بسرعة. حلوين، لأن لما نضغط على 3 نقاط هنا علامة تبويب جديدة اللي هو بالتي، وعلامة نافذة جديدة اللي هو بالإن. احنا نبغى اللي بالإن، ما نبغى التبويبة هذه، لا، نبغى صفحة جديدة اللي هو صفحة جديدة. ليش؟ عشان جوجل يعتبرنا كل مرة شخص جديد. حلوين، فباليد اليسار الأصبع الصغيرة ثابت على الكنترول. حلوين، اليد اليمين الأصبع السبابة على الإن. حلوين، وبالأصبع الصغيرة على الشفت. فعشان نسويها بسرعة يصير كنترول في شيفت، كنترول ان في شيفت، كنترول ان في شيفت، كنترول ان في شيفت. شايفين كيف بسرعة؟ فأنتوا لازم تضبطونها. هو في البداية بتكون صعبة عليكم، ولكن تراها مرة سهلة لما تتعودون. فتجيكم هنا 1000 صفحة، مثلا خلينا نقول 100 صفحة. كل يوم لازم تسوون اللي هو 1000 صفحة أقل شيء،
عشان ب3 أيام تتصدرون البحث على طول، ما يحتاج لا سنة ولا قروشة ولا شيء. مع ان كلام الناس يقولون مستحيل تطلع ب3 شهور، يبي لك سنة عشان يتعرف عليك جوجل وعشان تبدأ انك تطلع بالنتائج. وبس يا اخوان، هذه هي الطريقة اللي قلت لكم عليها. وسابع شيء، مبروك عليكم تصدر بحث جوجل ان شاء الله. والى هنا انتهى الشرح، واتمنى كان خفيف وسريع عليكم. صح انه شوي متعب وشوي صعب، ولكن بدون تدفعون 1000 ريال ولا 500 ريال عشان واحد يصلح لكم اللي هو متجركم. فبس هذه هي الطريقة، وإن شاء الله أنها تفيدكم. ولا تنسون تشتركون وتحطون لي لايك، وأشوفكم بالمقطع الجاي إن شاء الله.